بعد تعادل منتخب مصر مع انجولا دلوقتي تعالوا شوفوا ملخص الماتش وترتيب مجموعتنا وهنلاعب مين في دور ال 16 رسمي. مبدئيا كده يا جماعه كابتن حسام حسن بدا بالتشكيله دي يا جماعه، ما فيهاش من اللعيبه الاساسيه غير لاعب واحد بس وهو مصطفى محمد، والماتش كان قوي جدا 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 يا جماعه، والماتش بناء عن هو قوي يعني مولد حارس كبير جدا وهو مصطفى شوبير بالنسبه لي نجم المباراه يا جماعه. انقذنا في كوره، انقذنا في الثانيه، انقذنا في الثالثه، انقذنا في الرابعه، ويشاء القدر ان القائم او العارضه تنقذنا في الكره الخامسه وانجولا كانت هتسجل هدف، ولكن الحمد لله ان هي جت في العارضه، والحمد لله الحمد لله كابتن شيكو بيتزا وكابتن مابولولو عملوا النهارده اداء اسطوري، اداء يخلي افريقيا بجد بجد يا جماعه يعني قويه جدا جدا. ولكن كابتن شيكو بيتزا هياخد مابولولو ويرقصوا كده بره الكان خالص وخلاص، ودعت انجولا البطوله خالص يا جماعه. وهنا بقى يعني مصطفى شوبير بجد حارس كبير جدا جدا، وياسر ابراهيم كمان من نجوم اللقاء يا جماعه، وكمان لاول مره صلاح محسن ياخد شاره قياده منتخب مصر. وطبعا زي ما انتم شايفين محمد صلاح كان على دكه المباراه من اول المباراه لاخرها وما لعبش خالص يا جماعه. نيجي بقى لترتيب مجموعتنا بعد انتهاء دور مجموعات افريقيا. منتخب مصر في المركز الاول ب7 نقط، وبعده جنوب افريقيا ب6 نقط بعد فوزه 3 على منتخب زيمبابوي. وهنا بقى الناس كلها بتسال منتخب مصر هيلاعب مين في دور ال 16؟ منتخب مصر يا جماعه هيلاعب المركز الثالث من مجموعه المغرب. طب دلوقتي مين اللي هنلعبه؟ يا لو لا قدر الله المغرب خسرت هتكون مركز ثالث وهنلاعب منتخب المغرب في دور ال 16، وده مستبعد جدا، وان شاء الله المغرب تفوز وان شاء الله المغرب تشرفنا ونتقابل احنا الاثنين في النهائي. او المركز الثاني ممكن نلاعب منتخب مالي، لو تعادل او خسر هيبقى مركز ثالث وممكن نلاعب منتخب مالي واليو ديانج. طب الثالث هيبقى زامبيا، منتخب زامبيا. يعني احنا هنقابل المغرب لا قدر الله لو خسر، او منتخب مالي مع اليو ديانج، او منتخب زامبيا. فكل الناس يقولوا في الكومنتات يا جماعه يعني توقعاتك لدور ال 16 هنلاعب مين في دور ال 16؟ المغرب ولا مالي ولا زامبيا؟ وكل الناس تكتب توقعاتها وتمنياتها، عايز تلاعب مين في دور ال 16. انا توقعاتي وتمنياتي ان شاء الله المغرب تفوز ونقابلها في النهائي، وعايز اقابل مالي واليو ديانج باذن الله. باذن الله منتخب مصر هو البطوله بتاعته باذن الله، هو والمغرب في النهائي باذن الله. باذن الله كل الناس يقولوا في الكومنتات عايز تلعب مين في دور ال 16.